اهلا خوتي. اليوم نديرو حلقه على كيفاش يشري الواحد دار في اسبانيا، حيت كندير لكم حلقات ديال كنوريكم الديور وداك الشيء، ومازال غندير حلقات اخرين في مدن اخرى وديور اخرين، نبقاو نتساراو ونشوفوا الدار كي دايره وداك الشيء. كيعجبني ندير دوك النوع د الحلقات. فشي وحدين فيكم قالوا لي لا والو، خصك تقولي لنا كيفاش كنشري دار في اسبانيا، كيفاش ندير بالضبط. فانا ندير لكم المراحل باش تشري الدار في اسبانيا، غنشرحها بالدارجه، نحاول نبسط ما امكن باش يكون عندكم واحد الفكره قريبه بزاف على كيفاش دير. ونتلاقاو في التسجيل، والحلقه الجايه تكون على الحلقه اللي مور هذه، غتكون عاوتاني نشوفوا شي دار في شي مدينه جديده. وتحياتي. اهلا بكم خوتي. دونك في هذا التسجيل هذا اللي نبداوه، بغيت نبدا لكم غير نقول لكم رانا غنهضروا في اليوم كيفاش تشري دار في اسبانيا، جميع المراحل، حيت جاوني بزاف د الناس سولوني. وباش غادي نجاوبكم ما غاديش نجيو نبقى بحال انا نوجد شي ورقه نبقى نهضر بحال داكشي بحال ديال شي وزير. غادي نهضروا بحال اللي مريحين في شي قهوه، نريحوا بحال اللي كنقلبوا مع اونصومبل. فنبداو بالمراحل الخمسه اللي خص، كاين خمسه د المراحل. دونك نبداو المرحله الاولى. المرحله الاولى هي الحصول على واحد الرقم اللي سميتو NIE. سمحوا لي على النطق بالاسبانيه، المهم راه مكتوب في الشاشه كتشوفوا قدامكم، ولكن بالاسبانيه هو النوميرو دي ايدونتيداد دي اكسترانخيرو. المهم سمحوا لي على النطق، انا ما كنهضرش مزيان بالاسبانيه. فالمهم هذا كيفاش تاخذ هذه النمره. غالبيه تاعكم، المهم بالنسبه للغالبيه، عايشين مثلا في فرنسا، المانيا، المغرب. كيفاش توصل لهذه النمره؟ اسهل طريقه توصل لها هو انك تمشي تسول القنصليه ولا ما كانت القنصليه، السفاره ديال اسبانيا في البلد اللي انت عايش فيه، كتقول لهم بغيت النيميرو دي ايدونتيداد دي اكسترانخيرو، كيعطيوه لك. كيقولوا لك المهم الورق اللي تجيب، خصك تسني، خصك المهم يطلبوا لك هذا الفورمولا اللي مكتوب هنايا، انا كليكي عليه سميتو اكس 15. المهم هما راه يقولوا لك شنو خصك دير. اكس 15 هذا الفورمولا اللي يبان قدامكم خصو يتعمر. ها هو تيليشارجيتو انا في السيت تاع وزاره الخارجيه د اسبانيا اللي متكلفه، ولكن كتهضر داكشي ديال المغرب. هذا ما فيه شي حوايج، المهم كتعمروا كيعاونك شي واحد تعمرو، ما فيه شي حاجه اصلا. تراديكسيون ديال جوجل تعاون به. وكيطلبوا لك شي ورق، يطلبوا لك المهم الورق الباسبور تاعك ولا الفوتوكوبي ديال الباسبور تاعك وداك الشيء، ولكن ماشي شي حاجه طويله. فهاد النيمورو باش يوصلك غالبا كياخذ بين شهرين و 3 شهور. يعني ولا كنتي بغيتي تشري دار مثلا في اسبانيا في الصيف الجاي ولا في شهر 4 وشهر 5، خصك تبدا دابا ولا على الاقل من هنا شهر واحد. المهم هذه هي المرحله الاولى. بالنسبه لهاد النمره هذا يمكن لك تحصل عليه في اسبانيا بالنسبه اللي ساكنين في اسبانيا. ما ندخلش بزاف في التفاصيل ديال اسبانيا، حيت اللي ساكن في اسبانيا غالبا يكون عارف كيفاش. المهم بالنسبه اللي عنده جنسيه اوروبيه، كيمشي للسيت ديال الحكومه اللي كيعطيو له كيطلبوا منه يعمر شي معلومات وداك الشيء، وكيقولوا له فوقاش يجي يعطيوه رونديفو فوقاش يقلب عليه، ولا في الكوميساريه. ولكن ماشي جميع الكوميساريات في اسبانيا كيعطيو هاد النمره هذا. وبالنسبه اللي من خارج الاتحاد الاوروبي فما كيعطيولوش هاد النمره، غير النمره هذا كيعطيو واحد حاجه سميتها TIE اللي قلتي سميتها بهذا الترخيطه دي ايدونتيتاد دي اكسترانخيرو، واللي يكون فيها هاد النمره تاع NIE. يعني هذا غير بالنسبه اللي ساكن اللي وسط اسبانيا، ولكن اللي برا اسبانيا كما قلت لكم القنصليه هما اللي كيعطيو لكم. دونك جاك هاد النمره هذا هو المهم، هذا مهم بزاف. هاد المرحله هذه ضروريه. خديتي النمره غادي تدوز للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هو سميتها لا ريزيرفا. لا ريزيرفا بالفرنسيه لا ريزيرف، هي انك ولا السينيال كيتسمى بالاسبانيول ولا ريزيرفا، هو انك بحال كتقول سميتها، هو انك كتريزيرفي ديك الدار. كتكون مثلا مع شي اجونس ايموبيليه، عجبك شي دار عجباتك، فالاجونس ايموبيليه ماشي تقول لهم عجبتني الدار يبلوكيوها لك، كيقول لك خصك هذا الريزيرفا. وهذا الريزيرفا ماشي ضروريه، ولكن يقدروا يطلبوها لك. فكتخلص واحد بحال قلتي واحد المونطون صغيره ديال تقريبا 1000 اورو. ولا بدلتي مثلا قلتي مابقاش عجباني هاد الدار، كتمشي لك ديك 1000 اورو. ولا البائع اللي تشاور كيخلصك الدوبل، كيخلصك 2000 اورو. ولكن كما قلت لكم، ولا كنتي تتعامل مع شي بائع مباشره من الاحسن تجنبها. ولا كنتي تتعامل مع اجونس ايموبيليي معروفه وداك الشيء ماشي مشكل ديرها،
ولكن ماشي ضروري هاد المرحله هادي ديال الريزيرفا. ما عرفتش واش نسيت شي حاجه في هاد القضيه ديال الريزيرفا بلات نشوف. نو صافي هادشي اللي كيقولك غير بحال كتسني واحد التعهد انك عجباتك الدار هادي، هو كيتعهد لك لاجونس ايموبيليه ولا السيد كيتعهد انه ما يبيعها ما يوريها حتى واحد من بعد. صافي ديال المرحله الثانيه اللي ماشي ضروريه كما قلت لكم. حقا من الاحسن ملي توصلوا لهاد المرحله، ملي تاخذوا النمره ديال ايدونتي ان اي او، ملي تاخذوا داك النمرو من الاحسن تشوفوا اما شي كونسيي ايموبيلي، زعما شي مستشار في داكشي ديال الايموبيلي، اما شي محامي في داكشي ديال الايموبيلي. علاش؟ حيت هادشي كامل اللي يجي من ابتداء من هاد الريزيرفا كله اشياء قانونيه معقده، ويقدر يكون فيها شي مطبات ولا شي حوايج غادي نهضروا فيهم من بعد. دونك من الاحسن تعطي لشي واحد 1000 بين 1000 و 2000 اورو وتهني راسك، ولا تصدق في شي نصبه من هذوك النصبات اللي نهضر عليهم من بعد. واخا اغلب الحوايج اغلب المبيعات ديال الديور في اسبانيا كنت قريت واحد التقرير من 1 و 2% اللي كيوقعوا فيهم مشاكل، ولكن ما تعرف الواحد كيحط 50 60 70 40 الف اورو، ممكن الواحد مسكين ما عندوش كاع ديك فلوس. فمن الاحسن يكون متاكد 100%. اللهم الواحد يضحي بواحد 1500 اورو ولا 2000 اورو ولا يصدق في المشاكل. ومن الاحسن داك الكونسي ايموبيليي ولا ديك هذا ولا داك المحامي تقلب عليه كيهضر اللغه كتهضر بها نتايا. ما كان اما تقلب على شي مغربي ولا كنتي كتهضري بالدارجه، كنتي كتهضر بالالمانيه قلب على شي الماني، كتهضري بالفرنساوي كتقلب على شي فرنساوي، وهي غاده هما مناطق بديك اللغه، حيت مازال خصو يشرح لك بزاف د الحوايج، يقدر تسولو شي اسئله لو كنتي كتهضر اللغه تاعو يوقع لك المشكل. دونك هذه المرحله التاليه الريزيرفا، كتريزيرفي الدار اللي ماشي ضروريه. المرحله الثالثه مهمه بزاف اللي هي فيريفيكاسيون، زعما هادي ماشي شي وراق كتسنيهم ولا شي حاجه، ولكن هادي كتقول له انا ريزيرفي الدار ديالك اوكي، دابا قبل ما نشريها خصني نشوف شنو نشري، حنا متفقين ياك. دونك خصني نفيريفي شنو نشري، نشوف هادشي اللي نشري. فشنو كتشوف البيرمي دو كونستروير، يعني بانه عنده الحق بالبناء، كيكون كيتعطى قبل ما يتبني شي دار ولا شي حاجه. سيرتيفيكا دونغوسترمون، السيرتيفيكا ديال ان هاد مسجله محفظه هاد الدار، ليسونس ان ديال اول واحد شرا الدار ولا اول واحد كان عنده الدار كتكون حتى هي مسجله. سيرتيفيكا دابيتابيليتي ديال السكن سميتها سيدولا ابيتابيليتاد، ما يكونش زعما شي دار مبنيه في شي حي فلاحي ما عندكش الحق تبني ولا شي مشكل فيها، يعني السيرتيفيكا انه عنده الحق البناء. المهم هاد الوراق كاملين، ولا جديتي انت شي محامي ولا شي كونسيي ايموبيلي ما كتدخلش انت لهاد السوق، كتقول له انت كتقعد تقول له بعض المرات راه كتشوفها في الباج قدامك لا سيدولا ولا لو كودينا ولا ما عرفتش كيفاش تنطق، ما نكذبش عليكم، دو ابيتابيليداد ديال السكن، و لا نوتا سيمبلي انفورماتيفا هي زعما ديال داكشي ديال الروجيستر بان محفظه. المهم هاد الوراق كاملين انت ما كتصدعش راسك الا كان عندك شي كونسيي ايموبيلي ولا شي محامي، هو كيتكلف بهادشي، هو كيمشي كيقلب وكيشوف داكشي وهذاك واش دار عليها شي كريدي، حيت يقدر يكون كتكون في حق هاد السيده مهمه بزاف. يقدر يكون السيد في اسبانيا كاينه القضيه، يكون السيد واخد كريدي واخدها بالدار، انت ما عندك ما تعرف ولا كنتي ما كتفهمش، انت يعطيك ورقه بحال هكا انت كتفهم اسبانيا ما ديما تجيب. فهاد الوراق كاملين ممكن واحد 4 ولا 5 الوراق هادو كيشوفهم داك اللي مكلف لك نتايا. علاه قلت لكم من الاحسن تعطي واحد 1500 اورو وتجنب ينصب عليك شي واحد. يقدر يكون ما مخلصش الضوء والماء، حتى هذيك كتطلبها له ديال ماشي الضوء والماء، خصوصا لي زامبو الضرائب المحليه، ويكون ولا شي فاكتوره ديال الماء ولا شي حاجه، فهادوك حتى هما كتطلبهم، هي مكتوبه في هنايا امبويستو سوبري بيانس انموبيليا، المهم الماكلا تاكس فونسيير ديالهم ديال اسبانيا. فهادوك كاملين امور كيشوفهم لك داك خونا اللي مكلف لك، فهمتوا؟ راه ضروري من تاخذ شي واحد. المهم هذه الفيريفيكاسيون هذه ماشي شي وراق كتسنيهم، هذه غير كتشوف الدار واش حالتها هي هذيك. راه اللي شرا شي دار في المغرب راه عارف هذه القضيه. دونك من الاحسن كما قلت لكم يكون عندكم شي واحد وسيط ضروري. انا بدات شي غندير
لو كومبرومي دو فونت هي المرحله الرابعه اللي كتسمى بالاسبانيه الكونتراكتو دي اراس، اللي هي زعما الاتفاق ديال البيع. صافي كتقول له صافي شت الدار كلشي مزيان، داكشي هو داك الورق ديالكم هذيك غالبا 90% ولا 95% ديال الدور كيكون الامور تاعهم قاده، ما كاينش مشكل، غير هو الواحد هذا. فكتقول له صافي مزيان، دابا نديرو انا وياك واحد الاتفاق ديال البيع. وهذا الاتفاق ديال البيع كيبقى المده ديالو كتبقى حتى النهار اللي كتمشيو عند النوطير. وشنو الفائده تاعو؟ انك الوقت باش كتاخذ كريدي في البنك، كتمشي تاخذ عند كريدي في البنك يقول لك تشري دار، واعطيني الاتفاقيه ديال البيع فين هي. فكتنفع في هذا الشيء الوقت باش تلقاو النوطير، ولكن البائع هو اللي كيلقى النوطير، ولا كيتكلم بالنوطير، ولكن الوقت باش يلقاو النوطير داك الشيء. فكيعطيك الاسبقيه، يعني صافي كتولي الدار تقريبا ما كاينش اللي يشوفها، ما كاينش اللي صافي انت داير معاك السيد متفاهم معاك، عندك واحد 15 يوم حتى الشهر باش تلقى الفلوس تجمع كلشي وتقاد وراك. وعلى هذا الشيء عاوتاني مزيان مره اخرى كنرجعوا للمحامي وكنرجعوا للكونسي ايموبيلي، كيبقى متبع معاك، كيبقى يقول الاخر راه صافي راه السيد هذا. فسمحوا لي تقطع لي التسجيل، انا عاد كملت كنسجل حيت ما عنديش وقع الحق نسجل اكثر من 10 دقائق متابعه. المهم قلنا الكومبرومي، كنا في المرحله الرابعه ياك، قلنا المهم اتفاق البيع كلشي هادو هما الاهداف تاع اتفاقيه البيع، انك تكون عندك الاسبقيه كلشي. دونك هذه صافي كيشوف داك الكونسيي كيشوف الشروط تاع داك الاتفاق البيع اللي تسنيوه، كيشوف لك كلشي، كيشوف لك واش دوك لي تيرم ديالك كاملين مناسبين ليك، كيشوف جميع لي زارتيكل ديال الكونطرا كيشوفهم هوايا. علاه قلت لكم ضروري يكون عندكم شي واحد. المهم انت كتسنيه كيما قلت لكم، كتمشي كتقلب على الكريدي ديالك ولا كتجمع فلوسك ولا كدير اللي بغيتي، وهكا كتخلص فيها شي 10% تقريبا، بين 1000 و 5000 اورو تقريبا كتخلص. هاد الاتفاقيه ديال البيع كتخلص بين 1000 او 5000 اورو كتسبيق، باش هو ما يحجزلكش الدار هكاك فابور، يعني خصك تعطيه. فالمهم انت ملي كدير هاد القضيه هادي كتمشي كتقلب الفلوس، كتجمع كلشي، كتجمع اوراق وكدير كلشي، وكتجي المرحله الاخيره اللي هي نمشيو عند النوطير، لاك دو فونت اللي هو ديال البيع عند النوطير، بالاسبانيه سميتو لا اسكريتورا بوبليكا. المهم هي هذا، كتسني الكونطرا هكا، والنوطير هو اللي طبيعه الحال كيكون هنايا. فالنوطير الدور تاعو في اسبانيا مقتصر على انه كيشوف غير السيناتور ديالك وديالو واش مزيانين، كيشوف دوك الشروط ديال العقد، وخصك تجيب معاك داك النمره اللي هضرنا عليها في الاول، خصك تجيبها معاك NIE عليها. هذا هو الهدف تاعها، ان قدامك النوطير خصك توريها له، وصافي النوطير هو كيتكلف بداك الشيء الاخر ديال الكونطرا والسيناتور وداك الشيء. ولكن ما كيتخلصش بزاف في اسبانيا، كيتخلص تقريبا 1000 و 3000 اورو على حسب القيمه الدار، يعني قليل، ما كيتخلصش بزاف مقارنه مع دول اخرى كتوصل داك الشيء ل 10000 اورو 11000 اورو عليها. بما ان النوطير ما كيديرش الدور اللي كيدير النوطير هنا في فرنسا ودول اخرى، فانت اللي عليك مسؤوليه. السيد شاري دار مدار عليها كريدي، السيد باني في الجنوب وتغلط وبنى بعيد على الارض ديالو ب 10 متر، وانت جيتي شريتي، راه شريتي الارض ما شريتيش الدار. المهم هادشي كامل كيكون عندك واحد الكونسيي هو كيشوف داكشي كامل. غالبا ما كيكونش كاع النصب، ولكن واحد 1% حتى 2% كنت قريت كيوقعوا فيهم هاد المشاكل. دونك من الاحسن تشوف شي واحد هو اللي كيشوف لك هادشي كامل. انت كتبقى عندك داكشي ديال تجيب فلوس، تجيب داك النمره داك NIE، صافي تقريبا الباقي كامل هو اللي كيديرو. كتجي عند النوطير كيشرح لك داك الكونسي ديال كيهضر هو اللغه، يعني هو اللي كيدير لك مترجم مع النوطير، يعني راه الدور تاعو كبير بزاف. فهو اللي كيجي يقول لك راه قال لك هادي واش انت موافق، واش قال لك كدوز واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات، صافي انت كتكون فهمتي كلشي، كتسني السيد كيسني وكيعطيك سوارتك والله يعاون. فوالا هذا هو المراحل كيفاش تشري دار في اسبانيا بالتفصيل تقريبا اللي عطيت لكم.